بقيت باعملها على طول، وكل ما تخلص لازم اعملها تاني. ما بتاخدش مني وقت، ما بتاخدش مني مكونات، سهلة وسريعة، ما بتاخدش مني تعب اصلا. بس اساسي بقيت اعملها كل ما بتخلص. ايا كان نوع الجبنة اللي انا عايزاها بقيت بعمله في البيت. هقول لكم ازاي تعملوا الجبنة في البيت بكل سهولة، بدون منفعة وبدون ما تشتروا اي حاجة تاني غير اللبن من بره. بس لو اول مرة بتشوفوني، انا اسمي مريم ودي قناتي. لايك وشير للفيديو ده وكومنت حلو لما تجربوا الوصفة دي وتعجبكم. اول حاجه معايا هي اللبن. جبت اللبن من عند السوبر ماركت او اللبان، يعني ايا كان بتجيبوه منين. اللبن ده اللي هو لسه هنغليه، انا بقى مش هغليه خالص، وهفضيه كده من الكيس على الحله على طول. الحله دي انا كنت مسخناها، يعني هي الحله نفسها كانت سخنه، وحطيت فيها اللبن وبس، وهغطيها واسيبها على جنب في مكان دافي. بعد ما اسيبها على جنب في مكان دافي هسيبها تقريبا 24 ساعة. هسيبها ليلة كاملة لحد ما الاقيها خلاص تماسكت كلها. شفتوا لما انا حطيت ايدي هي خلاص كده متماسكة، وفصلت الجبنة عن الشرش من تحت، شرش اللبن يعني. ماشي، بص، ودي طبقة كده اهوت بقى من على الوش ده، الوش بتاع اللبن. هشيلها، بصوا هي بتبقى منفصلة خالص عن الطبقة اللي تحت. يعني لما اجي اشيلها كده هتشيل الوش بتاع الجبنة او اللبن ده، يعني ايا كان هشيله واحطه في طبق. وبعد كده ممكن استخدمه في ايه؟ هقول لكم. ممكن اسيبه في التلاجة شوية، بعد كده اطلعه اضربه بالمضرب الكهرباء. افضل اضرب فيه كتير لحد ما يتحول لزبدة. يتحول لزبدة ازاي؟ هيفصل معايا، هيبقى فيه كده مية كده هتنزل على جنب، والباقيين هجمعهم كرة، ودي بتبقى الزبدة. اقدر استخدمها كزبدة او كسمنة طبيعي جدا. او دلوقتي انا هحط منها على الجبنة بتاعتي، يعني انا عايزة ازود دسم الجبنة فهحط منها عادي. بس انا حبيت اوريكم ان انا ممكن افصلها. بصوا بقى هي كده تماسكت ازاي اهو. وباقي من تحت حبة المية دي او حبة الشرش ده، هسيبهم بقى مش هدلقهم على الجبنة وكده خلاص. هصفي بس باقي الجبنة اللي في الحلة، هصفيها هحطها هنا وخلاص. الجبنة دي بقى انا بصفيها ازاي؟ حطيت طبق بلاستيك كده زي ما انتوا شايفين في الفيديو، حطيت فوقيه مصفى، وفوقيه حتة شاشة كبيرة، دي انا مستخدماها على طول للجبن. علشان ريحتها وعشان خاطر نظافتها وعشان خاطر اي حاجة. فدي انا بستخدمها في المطبخ للجبنة بس. تقدروا تشتروا واحدة زيها او حاجة زيها تكون عندكم. وهفضل بقى اصفي المية بتاعتها لحد ما تتصفى خالص. بصوا هصفي حبة مية وادلوها بعد كده في الحلة. هصفي حبة مية وادلوها في الحلة. فعشان اسيبها تصفي بقى براحتها شوية، مفضلش ادوس عليها، حطيت فوقيها حاجة كده تقيلة مليانة كده مية علشان خاطر تضغط عليها شوية وتنزل المية بتاعتها، واسيبها براحتها تصفي ساعتين 3 4 على حسب، لحد المية ما تتصفى شوية. وبعد كده هقول لكم هعمل ايه. هنا بصوا ده الشرش، هعبيه بقى في اكياس واحتفظ بيه، اعمل بيه بقى معجنات، استخدمه في الكيك، يعني ليه استخدامات كتير جدا الشرش. وادي الجبنة بعد ما سبتها تصفي مية كتير، بصوا ابتدت المية تنشف منها خلاص وتنزل. عايزين تسيبوا فيها نسبة مية، سيبوا فيها نسبة مية. يعني هتبقى كريمية شوية معاكو اكتر، وهتبقى حلوة برضو. هنا بقى نوع الجبنة اللي انتوا بتحبوه. انا بحب الجبنة البراميلي، او الجبنة اللي هي المزبدة خالص، اللي بتبقى ناعمة خالص 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 دي. فجبتها وهحط منها قد تقريبا 200 جرام. هحط منها على الجبنة بتاعتي علشان يديها نفس الطعم. حابين تحطوا اي نوع جبنة تاني انتوا بتحبوه، برضو تكون جبنة بيضة زي كده، يعني براميلي بقى اسطنبولي ايا كان اللي انتوا بتحبوه، ممكن تحطوها على الجبنة بتاعتكم. هتديكوا في الاخر نفس الطعم بالظبط، ولكن طبعا كمية اكتر، بنظافة اكتر، بدسامة، بغذاء. لان احنا زي ما احنا شفنا كده عاملينها بلبن طبيعي جدا ولبن صافي. هنا بقى انا عايزه ازود الدسامه بتاعتها عشان خاطر احنا هناكلها في البيت. فهحط من القشطه اللي انا طلعتها دي من على الوش، هحط منها على الجبنه بتاعتي. وطبعا حطيت الملح بتاعي، يعني حطيت قد تقريبا معلقه صغيره
ملح ومش مليانة كمان يعني. وهدوق بعد كده، بعد ما اقلب الجبنة مع الجبنة اللي انا الجاهزة اللي انا حطيتها مع الملح، هقلبهم مع بعض وبعد كده هدوقها. لقيتها محتاجة ملح هزود، مش محتاجة خلاص. انا هنا ما لقيتهاش محتاجة ملح، فخلاص هكتفي بكده. بصوا كريمية جدا ازاي اصلا، وانا بقلبها كريمية جدا. هنا بقى هحط العلبة بتاعتي، هحط فيها كيس. المرحلة دي ان انا خلاص هشيلها في التلاجة تتماسك بقى، وبعد كده اقدر اكل منها. انا اقدر اكل منها دلوقتي، بس انا عايزة اسيبها تتماسك اكتر من كده. هحط في العلبة بتاعتي كيس عشان اقدر اقلبها منه بعد كده واوريها لكم، مش اكتر. هحط بعد كده الجبنة، هفردها كويس فيها. طبعا في الخطوة دي انا كنت عملت فيديو قبل كده، كنت مقطعة قطع فلفل صغننة وحطاها على الجبنة. لو حابين تعملوا كده اعملوها. طبعا دي الجبنة بالفلفل بتبقى موجودة في السوبر ماركت، كلنا بنحبها. بس انا المرة دي ما عملتش فلفل عشان مش عايزاها تبقى حراقة قوي كده. وبس هشيل كل الجبنة اللي على الشاش دي وافردها كويس واغطي العلبة واشيلها في التلاجة. بصوا بقى بفردها ازاي، بصوا كريمية جدا جدا يعني، حتى لما تتماسك في التلاجة هتبقى كريمية جدا، مش هتبقى ناشفة وما فيهاش مية ومحجرة كده، لا خالص خالص. هتبقى جميلة جدا. وبس كده هغطي بقى بقية الكيس ده كده من فوق، وهغطيها واشيلها في التلاجة. انا هنا نسيت اوزنها بصراحة، نسيت اوزنها عشان اقول لكم طلعت قد ايه معايا في الاول. بس مش مشكلة يعني، هي طلعت كمية. بصوا العلبة يعني اصلا اكبر من ايدي ومليانة كده على اخرها، ويعني زي ما انتم شايفين الكمية طلعت كتير جدا. اي كميه لبن انتوا عايزينها بقى. وده كميه الشرش اللي طلعت بستخدمها في المعجنات، مش عايزه اقول لكم بتطلع لي البيتزا هشه جدا وجميله جدا جدا. لما بستخدمه في البيتزا، بدل مثلا ما احط زبادي او بدل ما احط لبن، بحطها على المعجنات الباتيه، كل حاجه، معجنات الافران. لما باجي اعمل اي حاجه في البيت بستخدم الشرش ده، بشيله في الفريزر وبطلعه وبسيحه وبستخدمه. وادي الجبنه بتاعتي اهي اهو. هنا بصوا اي كمية لبن انتوا عايزينها هتطلع لكم، اي كمية جبنة برضو هتطلع يعني. انا الكمية اللي انا استخدمتها مش شرط انتوا تعملوها، ممكن تعملوا تجربوا في كيلو لبن واحد بس، ممكن تجيبوا 2 كيلو يعني براحتكم. طلعت لي بقى الجبنة بتاعتي دي، بصوا عاملة ازاي، بصوا ناعمة جدا جدا فوق ما تتخيلوا. وطعمها بقى ما اقولكوش قد ايه، طعمها باين ان هو طبيعي جدا يعني. لو جربتوها مش هتصدقوا بجد ان هي سهلة كده، وطلعت الجبنة بسهولة كده، وقد ايه هي نظيفة وطعمها كده غني قوي يعني. اللبن باين فيها قوي، ده غير بقى ان هي كريمية زي ما انتم شايفينها كده، وطعمها مثالي يعني نفس طعم الجبنة بالظبط. زي ما قلت هتحطوا طعم الجبنة اللي انتوا حبيتوه. وبس كده. وكده خلص الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم. ولو وصلت معايا لحد دلوقتي اعملوا لي لايك للفيديو الجميل ده، وسبسكرايب للقناه لو لسه ما عملتوش سبسكرايب، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل وصفه جديده بنزلها. واشوفكم بقى في فيديوهات تانية كتير جدا.